ميسي كسب كاس العالم خلاص وقفل اللعبة، ورونالدو بعد ما بقى الهداف التاريخي لكرة القدم جاله عقد عمل في الخليج، وجه الدور بقى على جيل جديد من بعدهم. ومن أهم الناس في الجيل ده هو النرويجي إيرلينغ هالاند. ومن حي الكابتن أيمن النرويجي نجم الرياضة والرياضيين. اوبا الواد طلع عمل سبرنت. بس هل هالاند بالرغم من معدل أهدافه الكبير جدا يعتبر مهاجم مقشرات؟ ما تيجوا نشوف. شيل يا دوين العمر شيل. من بداية مسيرة هالاند ولحد دلوقتي أرقامه هي اللي بتتكلم عنه. أرقام هالاند في كل الفرق اللي لعب فيها كانت كبيرة جدا، سواء الدوري النمساوي أو النرويجي أو الألماني. بس الكل كان مستني نسخة هالاند بتاعت الدوري الإنجليزي باعتباره إن المنافسة فيه أعلى من الدوريات التانية. ولما شفنا بقى هالاند في الدوري الإنجليزي لأنه ما فرقش أي حاجة عن العادي بتاع هالاند، هو بالظبط اللي هالاند متعود يعمله، يجيب جوان كتير قوي، نفس المميزات نفس العيوب، مفيش أي فرق. بس الحاجة الجديدة بقى اللي طلعت إن هالاند مش مهاجم كويس على قد ما منظومة السيتي هي اللي مساعداه يظهر بشكل كويس. هو مش هداف، هو مهاجم مقشرات أو التابن ميرشنت. المعنى إنه بيجيب أهداف سهلة كتير، زي مثلا انفراد أو كرة والجون فاضي، لو كرة يلمسها هتدخل جون، أو أهداف الإكس جي أو جودة الفرص بتاعتها عالية جدا. فهل هالاند فعلا مهاجم مقشرات والسيتي اللي مخليه يظهر بالشكل ده؟ تعالوا كده نبص على مسيرة هالاند من أول ما بدأ لحد دلوقتي. بداية هالاند كانت مع فريق مولد النرويجي، لعب معاهم 50 ماتش، جاب فيهم 20 جول. الرقم قليل إلى حد ما بالنسبة لهالاند، بس هو ساعتها كان عنده 16 ل 18 سنة، كان لسه لاعب ناشئ. بعد كده هالاند راح ريد بول سالزبورج النمساوي، لعب هناك 27 ماتش، جاب فيهم 29 جول. يعني معدل أهداف هالاند مع الفرقتين دول اللي هم يعتبروا فرق في دوريات ضعيفة تقريبا يعني 6 من 10 هدف كل مباراة. ماشي يا عم برضو، بس الدوري النرويجي والدوري النمساوي مش دوريات قوية قوي، فالأرقام دي برضو ما بتعبرش عن حاجة. طيب ماشي، تعالوا نشوف فترته مع بروسيا دورتموند. أنا فاهم برضو إن ألمانيا المنافسة فيها مش زي إنجلترا، بس على الأقل يعني يعتبر تحسن عن الدوري النمساوي والدوري النرويجي. هالاند لعب 67 ماتش، جاب فيهم 62 جول، معدل أهدافه كان 9 من 10 هدف لكل مباراة. عشان أوضح قد إيه المعدل ده كبير جدا، المعدل ده أعلى من معدل أهداف روبرت ليفاندوفسكي اللي قضى طول فترته مع بايرن بيلعب مع جيل على الأقل محليا يعتبر أنجح جيل في تاريخ الفريق، ومعدل أعلى من جيرد مولر الهداف التاريخي للبطولة نفسه. ولو لسه عندك شك يعني، فمعدل أهداف هالاند في دوري الأبطال تقريبا 1.3 من 10 هدف كل مباراة. المعدل ده تقريبا أعلى معدل في تاريخ البطولة للاعيبة اللي جابت أكتر من 20 جول. يعني مثلا معدل رونالدو هو 76% هدف كل مباراة، وميسي 79% هدف كل مباراة. مع ان لحد دلوقتي يعني عكس ميسي ورونالدو اغلب مسيرة هالاند في الابطال كانت مع فرق نسبيا ضعيفة، فازاي بقى مستوى هالاند كان ليه علاقة بالمنظومة اللي حواليه؟ لا، معدل هالاند المرتفع جدا لان هالاند لاعب استثنائي. فالحقيقة بقى هالاند من بداية مسيرته لحد دلوقتي مستواه في ارتفاع على طول، مع اختلاف الفرق اللي لعب فيها. حتى النرويج اللي هو منتخب ضعيف برضه معدل اهداف هالاند عالي فيه جدا، فهل بقى منظومة النرويج بتخدم عليه؟ فلو حد بيسأل بقى هل هالاند بيجيب جوال كتير عشان السيتي مساعداه يجيب جوال كتير؟ الحقيقة لا، هالاند بيجيب جوال كتير عشان هالاند نفسه كويس جدا. محدش ينكر ان لما يكون معاك فريق زي السيتي اكيد هيساعدك يعني توصل لارقام اعلى، بس زي ما قلنا هالاند طول عمره ارقامه عالية جدا، الموضوع ملوش علاقة بالسيتي. ولو كانت فعلا السيتي مؤثرة للدرجة دي فليه ما فيش اي مهاجم قبل هالاند وصل لنفس الارقام دي مع نفس المنظومة؟ يعني ده في موسم 17-18 اللي السيتي كانت جايبه فيه 106 جول وكانت كسره ال 100 نقطة، الهداف بتاع الفريق كان سيرجيو اجويرو وكان جايب 21 جول بس. طب سؤال تاني، هل فكرة ان هالاند مهاجم دي افضلية عن اي حد من الاجنحة لانه مثلا بياخد ادوار في الملعب او بيقف في اماكن بتساعده في التسجيل؟ مقارنة مثلا بين هالاند وبين بوكايو ساكا باعتباره يعني احسن جناح السنة دي في البريمير ليج، او على الاقل في ناس كتير شايفينه كده، وزود ليهم صلاح في الموسم التاريخي بتاعه 2017-2018. معدل لمس هالاند للكورة جوه منطقة الجزاء كان تقريبا 5.8 من 10 لمسة كل ماتش. ساكا بقى اللي هو جناح مش مهاجم بيلمس الكورة جوه منطقة الجزاء بمعدل 6.2 من 10 لمسة كل ماتش. صلاح بقى في الموسم التاريخي بتاعه كان بيلمس الكورة 6.7 من 10 لمسة كل ماتش.
ودي الخريطه الحراريه للثلاث لعيبه. هالاند بيتحرك في اماكن خطيره في منطقه الجزاء فعلا، بس الفرق بينه وبين الاثنين التانيين مش كبير للدرجه دي عشان يعمل فرق الاهداف ده. واحصائيه تانية قبل ما نقفل الجزئيه دي، هالاند المهاجم صنع 9 فرص كبرى الموسم ده. ساكا بقى الجناح اللي بيصنع لعبه اكتر عمل 7 بس. صلاح في الموسم التاريخي بتاعه كان عامل 12 فرصه طول الموسم. طب لو مش منظومه السيتي او الفرق اللي بيلعب فيها، ايه اللي مخلي هالاند يجيب جوان كتير بالشكل ده؟ لو بصيت على اغلب الاهداف اللي بيجيبها هالاند هتلاقيها 3 أو 4 اهداف متكرره، يا اما تمريره بينيه بيستلمها بين المدافعين وبيجري بسرعته ويسبقهم، او بتتلعب له في المساحه اللي ورا الدفاع وبيسبقهم كده كده. تاني طريقه بقى هي عرضيه وبيكمل عليها، سواء بقى بهده وبرجله مش فارقه. واخر طريقه بقى وهي الكات باك باس، اللي هو اللعيب يكمل يدخل لمنطقه الجزاء يباص الكره لورا، او تقدر تقول عليها يعني جوان الموظفين. مفيش اهداف كتير لهالاند بيشوط من بره المنطقه او بيرقص كذا حد قبل ما يجيبها زي جوان ميسي كده مثلا، او بيشوط من بعيد قوي بقى زي جوان رونالدو. هو تقريبا عمره ما جاب ضربه ثابته قبل كده اصلا، لان ببساطه هالاند مش محتاج يعمل كل ده. هالاند البروفايل بتاعه مناسب جدا لاسلوب اللعب الحالي بتاعه. هالاند بيعتمد على مميزاته بشكل كبير ومش محتاج يعمل اي حاجه اضافيه. يعني بص سريع كده على مميزات هالاند طوله 195 سم، اللي هو رقم عالي جدا حتى بالنسبه للمهاجم، ده نفس طول ابراهيموفيتش. هالاند تقريبا يعني اطول او طول كل قلوب الدفاع بتوع ال6 الكبار للدوري الانجليزي. زياده على كده انه قوي بدنيا، مش مجرد طويل وخلاص. اجمع دي بقى على تاني ميزه اللي هي السرعه. هالاند سريع جدا جدا بالنسبه لطوله. هالاند تقريبا نفس سرعه اوباميانج او اداما تراوري او حتى صلاح. اقصى سرعه وصل ليها قبل كده كانت 36 و22 كيلومتر في الساعه، مقارنه مثلا باعلى سرعه لاوباميانج اللي كانت 36 و66% كيلومتر كل ساعه. يعني هالاند عباره عن مهاجم بجسم ابراهيموفيتش وسرعه صلاح، فانت هتحتاج ايه تاني في مهاجم اكتر من كده؟ الحقيقه بقى ان في ميزه اضافيه ودي اهم ميزه فيه، وهو انه من احسن اللعيبه في العالم، لو ما كانش فعلا احسن لعيب في العالم في الوقت الحالي في انهاء الفرص. يعني مين تاني لاعب في قائمه الهدافين بعد هالاند؟ هاري كين. معدل تحويل التصويبات لاهداف او يعني الكونفرجن ريت بتاعه هو 20.5%، وفي الموسم اللي جاب فيه 30 جون كان 16.3%. صلاح في موسم 17-18 اللي كسر فيه الرقم القياسي للدوري الانجليزي معدله كان 22.2%. هالاند بقى في الموسم الحالي معدله كام؟ معدله هو 33.3%، تقريبا مرة ونص معدل هاري كين. واظن يعني المقياس ده فردي، ملوش علاقة بجودة الفريق اللي حواليه، ليه علاقة بجودة هالاند شخصيا. والفكرة انك كمان مش بتقارنه مع لعيبة عادية او مع مواسم عادية. صلاح نسخة 17-18 كان من احسن النسخ اللاعب في الدوري الانجليزي اللي ممكن تشوفها في حياتك، خصوصا في انهاء الفرص. صلاح ما كانش طبيعي وقتها، كان بيحسسك انه صعب يضيع اي فرصة، فان هالاند يتفوق عليه بالشكل ده انجاز في حد ذاته. ولو كمان عايز تعلي المقارنة اكتر، فممكن نقارن نسخة هالاند الحالية مع نسخة ميسي 2011-2012، الموسم اللي ميسي جاب فيه 50 جون في الدوري الاسباني. وبالمناسبة يعني ده الرقم القياسي للاهداف المسجلة في موسم واحد في الدوريات ال5 الكبرى. معدل ميسي في الموسم ده كان 24.7%. فبعيدا عن اي ميزة تانية، انهاء الفرص عند هالاند في مستوى تاني مش طبيعي خالص، دي لوحدها تخليه يجيب لك عدد اهداف كبير جدا كل موسم، فما بالك لما تجمعها على السرعة والطول والقوة البدنية. اكيد هتلاقي حاجة مشابهة للي هالاند بيعمله الموسم ده. انا عارف اكيد ان حد دلوقتي سمع الكلام ده وقال لك ازاي تقارن بين مهاجم وجناح، وفي ناس فعلا بتفكر بالشكل ده، بس الحقيقة يعني الكرة اتطورت عن زمان. مش علشان هو على الورق مهاجم فيبقى خلاص هو ما بيدخلش منطقة الجزاء الا بالغلط يعني، لا الحقيقة عادي والله، ممكن تكون جناح وتتقارن بمهاجم. يعني مثلا رونالدو مع بنزيما، هل حد عنده اي شك ان بنزيما كان بيسيب حرية حركة اكتر لرونالدو في منطقة الجزاء؟ مش هقولك يا عم انه كان سايب له منطقة الجزاء يرمح فيها براحته، بس على الاقل يعني رونالدو كان واخد حرية اضافية. مثال تاني مثلا فيرمينو مع ماني وصلاح، الاتنين جابوا جوال اكتر منه مع انه مهاجم، مش علشان هو مهاجم وحش يعني، بالعكس انت لو خيرت كلوب بين هالاند وبين فيرمينو بتاع 2018 كان هيختار فيرمينو بتاع 2018، لانه اسلوب لعب ليفربول كان بيعتمد على الاجنحه اكتر، وفيرمينو كان بيلعب الدور ده كويس جدا وكان بيفضي مساحات لصلاح وماني والاثنين يدخلوا منطقه الجزاء براحتهم. فلو متخيل يعني ان الاجنحه اللي اتذكر اسمها بتفضل واقفه على الخط ما بتقربش خالص من منطقه الجزاء، فالحقيقه لا، كل اللعيبه الكبيره بتشوف اسلوب اللعب المناسب ليها، وساعات بتعمل مشاكل كمان عشان تلعب في المركز ده حتى لو على حساب لعيبه تانية في الفريق. ميسي مثلا عكس ما في ناس كتير فاكره كان بيلعب جناح، انما هو الحقيقه كان واخد حريه حركه بين الجناح وبين مركز المهاجم الوهمي. يعني قبل ما يجي ابراهيموفيتش مع ايتو وهنري، ميسي كان بيتحرك في المنطقه دي، ميسي بيستلم من على الطرف فعلا ويدخل عمق براحته، وده اكتر مكان في الملعب ميسي بيحب يلعب فيه واخد حريته فيه. لما جه ابراهيموفيتش بقى بدل ايتو بقى زي هالاند دلوقتي، بقى موجود في مركز راس الحربه في قلب الملعب،
وده طبعا سبب مشكله كبيره لميسي اللي فعلا طلب من جوارديولا يغير اسلوب اللعب، وده حصل واسلوب اللعب اتغير عشان خاطر ميسي، عشان يلعب بالطريقه اللي بيحبها اللي بتريحه. مثال تاني صلاح بيلعب جناح لان هو بيحب يستلم الكوره من على الطرف ويدخل لعمق الملعب من على الطرف مش من قلب الملعب، مش بيستلم الكوره في عمق الملعب نفسه. بالمناسبه يعني كلوب جربه كذا مره في مركز المهاجم الصريح، وبعد كام ماتش كان بيرجعه جناح تاني. وفي امثله كتير بقى على الكلام ده، زي ايرن روبن مثلا. روبن حركته المعروفه ان هو يستلم الكوره من على الطرف ويقطم ويعدلها على شماله ويشوط. هل لو قلت له العب مهاجم صريح هيقول لك تمام ده مركز احسن ليا؟ لا، ده هيعطل جزء كبير من اهم مميزاته. فدي نقطه مهمه جدا. هالاند فعلا واخد افضليه بسيطه انه بيلعب مهاجم صريح، بس مش زي ما الناس متخيله. يعني اللعيبه في الملعب بتتحرك باسلوب اللعب اللي بتحبه، فعادي والله ممكن تقارن ارقام هالاند الهجوميه بلعيبه تانية. في النهايه بقى انا شايف، وبعيدا عن الارقام والاحصائيات، هالاند عنده مشكلتين. اول حاجه انه بيلعب في فريق زي السيتي، يعني مش محبوب جماهيريا قوي ومحدش يتمنى له الخير يعني. فطبيعي ان اغلب الجماهير اللي ما بتشجعش السيتي او ما بتشجعش حتى فرق في انجلترا مش هتكون مياله قوي لهالاند، وهتفضل على اسامي تانية او هتقلل منه. بس المشكله دي هتتحل اول ما هالاند يروح فريق جماهيري كبير زي مدريد، برشلونه، يونايتد، ليفربول، بايرن. هيبقى ساعتها المهاجم الاسطوري محطم الارقام واخر ما تبقى من الظاهره. تاني حاجه بقى ان هالاند مهاجم 9 صريح، مهاجم صندوق زي بتوع زمان، تسلمه الكوره في منطقه الجزاء يجيبها جول. بس المشكله ان اغلب جماهير الكوره دلوقتي ما بقاش ياكل معاك الكلام ده، وبالنسبه لها مقشرات واهداف سهله. لازم عشان الجول يجي ويتحسب ترقص 5-6 لعيبه الاول بعدين تحطها جول. انما الحقيقه بقى اللي بيعمله هالاند مش سهل قوي ومش عادي ومش اي حد يقدر يعمله، ومش اي حد مكان هالاند كان ممكن يوصل للارقام دي. هالاند اللي مخلي كل حاجه تبان سهله مش العكس.